هو ايه اللي حصل في ماتش السعودية ومصر في الوديات والنتيجة الخطيرة دي؟ ده رأي كورة معانا يوسف، وتعال احكي لك. النهارده منتخب مصر بيفوز على منتخب السعودية برباعية. رباعية في أداء ولا أروع من مصر، في أداء ملفت للنظر. بتفوز على السعودية، ماتش ودي. ما كنتش، يعني مش بتلعب حاجة مهمة، بس ده ماتش ودي والفرقتين بيلعبوا بلعبتهم الجاهزة. المشكله النهارده ان الفريق مصر اثبت وجوده. فريق مصر جاب 4 اجوان، ولا احلى انت مخلص الشوط الاول 3. اداء رائع من منتخب مصر، ما فيهوش غلطه بصراحه. وما شفناش الاداء ده من فتره طويله. اتمنى ده الاداء اللي يفضل قدام. هتيجي تقول لي بس السعوديه مش في افضل حالاتها، دي حقيقه. السعوديه ممكن ما تبقاش في افضل حالاتها، بس ما زالت منتخب تقيل، ما زالت منتخب مش قليل. النهارده كان في ميزه حلوه قوي، ان في ترابط جميل جدا. لعيبه كانت ممكن تكون اول مره تلعب مع بعض. النهارده بنشوف هيثم لاول مره، اللي بيجي من بره يلعب، الولد كويس عنده بوتنشال حلو. بنشوف قذيفه من عمر مرموش واداء ولا اروع. النهارده المكاسب بتاعت الماتش انك عرفت تلعب من غير محمد صلاح، عرفت تلعب من غير لحد ما نقول يعني المحور بتاعك، واديت وكسبت وكله تمام. اداء حلو جدا من المنتخب. اتمنى ده يكمل على خير، اتمنى نعمل كده قدام اسبانيا اللي هيبقى ماتش اصعب من كده. وكالعاده، عجبك الفيديو اعمل اللايك والفولو، وسلام.